بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل الليمون المعصفر بطريقة سهلة وبسيطة، وهناكله بعد اسبوعين من المخلل اللي احنا هنعمله. احلى ليمون لما بنيجي بنختار الليمون الكبير دهوت، وهو الوقت متوفر في السوق وكتير. الليمونة البلدي بتبقى صغيرة شوية، لكن دي بسم الله ما شاء الله بتبقى في الليمون المعصفر بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو، وبيبقى القشر بتاعها عشان بيبقى تخين ومليان، فبتبقى طعمها حلو قوي في الليمون المعصفر. فهي الوقت موجودة كتيرة وسعرها رخيص، فاحنا هنجيب الكمية اللي احنا عايزينها وهنعمل بها الليمون بتاعنا. احنا لو هناكل الليمون بعد اسبوعين، هنسلق الليمون وهنتبع الخطوات اللي احنا هنعملها في الفيديو ديت، وهيطلع معانا الليمون احلى ليمون هتعمليه بايديك ان شاء الله. لكن يا حبايبي، لو انت عايزة تخزني الليمون مثلا 6 شهور طول السنة، يبقى احنا الحاجة الوحيدة اللي هنعملها مختلفة في الطريقة دي ان احنا مش هنسلق الليمون. لو احنا هنخزنه وهنعينه مثلا لرمضان، هنعينه للصيف، هنستعمل الليمون بتاعنا دهوت زي ما هو كده اخضر بنفس الطريقة ونفس الخطوات، بس مش هنسلقه. لكن لو احنا مستعجلين بقى وهيبقى للأكل على طول، هنسلقه زي ما احنا شايفين كده في الفيديو بتاعنا، وهنستعمل نفس الطريقة ديت في الحالتين. هناخد الليمون بتاعنا يا حبايبي نشققه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وهنصفي منه العصير عشان هنستخدم العصير دوت في التخليل. بكون مجهزة مية مغلية زي ما احنا شايفين كده، وهنسلق الليمون بتاعنا فيها يعني ايه نص سلقة كده عشان ما يتهرش مننا ولا يبقى جامد معانا في الاكل، وتبقى الشراية بتاعته بتشد مننا واحنا بناكلها. على ما الليمون بقى يتسلق، تعالوا نعمل ايه الفلفل بتاعنا ونجهز بقية المكونات. جايبين هنا فلفل رومي غاسلينه ومنضفينه، ومش مشكلة ان يبقى فيه بذر، لو الجماعة لو اي حد برضو من الجماعة اللي هيخللوه عايزين يبقى فيه البذر بتاعه عادي، مفيش فيها اي مشكلة. عايزة تشيليه برضو مفيش مشكلة. هناخد الفلفل بتاعنا هنفرمه في الكبة مش في شفشق الخلاط، لان احنا مش عايزينه يبقى زي الصلصة، احنا عايزينه كده ايه مفروم ناعم. هنضيفه هو والملح في الكبة، وهنزود عليه بقى ايه مية الليمون اللي احنا خرجناها من عصير الليمون بتاعنا، ونضربه في الكبة لحد ما ينعم معانا زي ما احنا شايفين كده. الليمون زودنا به الفلفل بتاعنا، والصلصة بتاعتنا ما هياش صلصة دايبة اللي هي الشطة يعني، لا احنا عايزينها تبقى معمولة في الكبة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا بقى هنضيف نص كوباية خل، طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها هتزودي. وهنضيف نص كوباية زيت، واحنا حاطين ورقة ملح على الكمية اللي انا مستخدماها. انا هنا عملت حوالي 2 كيلو فاستخدمت لهم الكميات دي. هنقلب بقى الشطة بتاعتنا والزيت والخل مع بعضه، وهنشوف الليمون بتاعنا خلاص تقريبا استوى اهو، فتشوفيه كده تلاقيه يا دوبك كده نص سلقة كده، هو كده ايه الليمون بتاعنا بقى جاهز. هناخده بقى من المية نصفيه ونسيبه يبرد كده على الحوض المطبخ. وتعالوا بقى ايه معانا حبة البركة وعصفر، هم دولت اللي هنستخدمهم في الحشو بتاع الليمون. هنقلبهم كده مع بعض. والله طريقة سهلة وبسيطة، وأحلى ليمون معصفر هتعمليه، وأسبوعين 2 هتاكلي منه أحلى ليمون متعصفر إن شاء الله. هناخد الليمون اهوت بعد ما بردناه، وهنبتدي بقى ان احنا ايه نحشيه بالعصفر وحبة البركة.
شويات شويات كده في قلب الليمونة، وهنبتدي ان احنا نرص الليمون ايه في البرطمان اللي معانا. كل ليمونة كده هنحط فيها حشو كده، حبة حبة بحبة بساط كده لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. الليمون المسلوق قلنا مش بياخد مننا وقت، 15 يوم 20 يوم بالكتير وهتاكلي منه احلى ليمون. لكن لو هتخزنيه هنفتكر دايما ان احنا نعمل الليمون ايه، اخضر زي ما هو. خلصنا هوت الليمون بتاعنا ورصناه في البرطمان. هنبتدي بقى نسقيه بالشطة اللي احنا جهزناها وفيها كل ايه المكونات بتاعتنا. اهوت يا حبايبي بعد ما عبينا البرطمان بتاعنا بالليمون والفلفل اللي احنا فرمينه بالمكونات بتاعتنا. انا ببقى مجهزة جزرة كده وهو ايه اقفل بيها إيه وش البرطمان عشان الليمون ما يطلعش إيه على الوش. هنركن البرطمان اسبوعين زي ما احنا قلنا، وهناكل الليمون المعصفر هيبقى جاهز معانا وهيبقى زي الفل. اتمنى يا حبايبي ان الطريقة تعجبكم والفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش في الاشتراك ولا في تعليقاتكم. ويسعدني وجودكم معانا، واحلى ليمون معصفر باسهل طريقة وابسط طريقة، وبألف صحة وعافية يا رب. واعملي الليمون وكليه في اسبوعين او خزنيه طول السنة، نفس الطريقة ونفس الخطوات. بس الفرق ان انت لو هتخزنيه هيبقى الليمون هتستخدميه طري زي ما هو. وبألف هنا وشفا يا رب.